السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال. جايلكم النهارده فيديو جديد، فيديو تشجيع وتحفيزي من الاخر جامد جدا. زي ما انتم شايفين المطبخ حرفيا متبهدل جدا، يضرب يقلب. بس انا مش هسكت على كده خالص، هتشوفوا معايا التغييرات والحاجات اللي انا هعملها في المطبخ. يا ريت تتابعي معايا الفيديو للاخر، ويا ريت لو انت اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسينيش باللايك القمر بتاعك، حطي لي كومنت وتقولي ايه رايك في الفيديو بتاع النهارده. ونسمي بسم الرحمن ونبدا بقى المعركه اللي قدامنا ديت. يلا بينا. زي ما انتم شايفين ده المواعين في الحوض يعني على بعض. وانا كمان قلت كمان المواعين اللي في الرشاقه ديت بقالها فتره ما نزلتهاش كده، فقلت كمان اخدها معايا بالمره واغسل بقى كل المواعين ديت. وهتشوفوا وانا بشيل كده الحاجات، وببدا بقى ان انا انضف كده الرخامه واشيل منها اي يعني لو فيها اي حاجات مكان الصفايه او المكان المواعين. لما بصفي انتوا عارفين ان انا بشيل المواعين يعني لما بغسلها بحطها في قلب الرشاقه، فالميه كلها بتنزل على الرخامه زي ما انتوا شايفين، فطبيعي بتعمل زي حاجات بيضة كده. فانا ما قلت بقى ما اسكتش على المنظر دوت، وخدت معايا كمان الحيطان بالمره وخليت المنظر معايا بقى احسن حاجه. وزي ما انتم شايفين رجعت الرشاقه تاني، وبدات بقى ان انا ادعك كده في المواعين اللي في قلب الحوض كده زي ما انتم شايفين، علشان اخف شويه من اللي قدامي دوت، علشان اعرف اغسل الباقي. والصراحه انا كمان ما كانش عندي ان هو صابون المواعين، فتلاقيت عندي 3 اكياس كده، فقلت اما انجز حالي بيهم لغايه ما يعني انزل بقى واجيب الطلبات اللي انا عايزاها. زي ما انتم شايفين بدأت ان انا اطلع كده الحاجات بالراحة، الازاز اللي من قلب الحوض، علشان اقدر ان انا اغسلها كده وارصها كده على جنب. و يعني الحاجات اللي انا دعكتها زي ما انتم متعودين معايا ان انا بدعك الحاجة اللي قدامي، وبعد كده برصها كلها على بعض، وبعد كده ببدأ بقى ان انا ادعك فيهم كويس. يعني اغسلهم بعد ما اعملهم، علشان يعني ما راكمش مواعين برضو عليا، لان انتوا زي ما انتوا شايفين انا شلت المواعين كلها اللي كانت قدامي. وطبعا المطبخ مفيش منه مفر نهائي. وانا الصراحه بادئه من بالليل، لان انا الصبح مش بقدر الصراحه ان انا اعمل حاجه خالص، لان الجو حر والولاد وكده فبيبقى الجو فرهضه. وانا كمان عندي ازمه انتوا عارفين، فانا الصراحه ما عملتش الموضوع ده من الصبح، عملته من بالليل. وبدأت ان انا يعني انجز كده في الحاجات بتاعتي. وبدأت ان انا الحاجات اللي انا غسلتها خلاص هركنها كده على جنب، علشان بقى ايه يعني اعرف اطلع كده من قلب الحوض وارص جنبي وهكذا. زي ما انتوا شفتوا الفيديو اللي انا نزلته انا وكريم، ان شاء الله الفيديوهات الجايه هتلاقوا مني انا وهو هيظهر معايا في الفيديوهات. فيعني حابه ان انا اسمع رايكم في الفيديو، وتقولوا لي اعمل ايه، يعني عايزين التحديات عباره عن ايه مثلا. يعني اكتبوا لي كده في الكومنتات وشاركوني بالرأي. انا حسيت ان انا لما نزلت الفيديو انا وهو بصراحة ما حدش قال لي يعني قال لي حاجة خالص في الكومنتات غير حاجة جميلة، دعوات وكده. دي حاجة طبعا مفرحاني يعني مشرفاني ان في ناس دخلت عندي، وطبعا اتدخلت ودعيتولنا والكلام من دوت. بس احنا ما حدش يعني قال لنا يعني افكار في الكومنتات، يعني نعمل ايه، تحديات او ولا فلوجات ولا خروجات. وبرضو انا طلبت منكم في الكومنتات اكتبوا لنا يعني التحديات ايه اللي انتوا عايزينها واحنا نعملها، لان انا حاسه الصراحه يعني انا معتبراكم اخواتي، فانا بتكلم معاكم على اساس ان انتوا اخوات ليا. بصراحه انا لما بعمل روتين فيه طبخ او كلام من دوت، نسبة المشاهدة بتاعته بتبقى ضعيفة جدا. فأنا حاسة إن أنا لما بعمل روتين فيه طبخ يعني انتوا ما بتشوفوش، انما لما بعمل مثلا تنظيفات في المطبخ او تنظيفات في البيت، خروجات او كده، بتجيب نسبة مشاهدة، وكمان الكومنتات بتبقى بتاعتكم بتبقى جميلة جدا. فانا يعني علشان كده فكرت ان انا ادخل كريم معايا في القناة، ونبدأ ان احنا كده نعمل تحديات او فلوجات او خروجات. وبرضو اكتبوا لنا برضو رأيكم في الكومنتات، ودي حاجة برضو هتسعدني وتشرفني ان انا هقرا الكومنتات بتاعتكم، واللي انتوا هتطلبوه مننا احنا هنعمله
لو بمقدرتنا ومستطاعتنا ان شاء الله هننفذه. اهم حاجه ان انتوا يعني تشاركونا كده بالرأي، وتكتبوا لنا كده في الكومنتات عايزيننا نعمل ايه الفتره الجايه، وان شاء الله هنعمل لكم اللي انتوا طلبتوه. وبرضو عايزين ان احنا كده نكبر العيله بتاعتنا كده واي حد جديد دخل عندي في القناه يا ريت يكتب لي كده، وبرضو ده شرف ليا، وبحبكم جدا وكلكم على راسي. زي ما انتوا شايفين طبعا انا بتكلم معاكم، بس انتوا شايفين انا بعمل ايه. انا قربت ان انا اخلص كده الجزء اللي كان معايا في قلب الحوض، وهبدا ان انا ارص كده في قلب الرشاقه، وفي حاجات انا ركنتها على جنب عشان تتصفى زي ما انتوا شايفين. ودي بقيه المواعين اللي انا شلتها كده من قلب الرشاقه، هبدا بقى ان انا ادعكها كويس وهحطها برضو جنبي. برضو انا حبيت ان انا اسرع شويه في الفيديو علشان يعني المطبخ، يعني الفيديو كله عباره عن غسيل المواعين والمطبخ وكده. وبرضو انا ما كملتش بقيه الفيديو، لسه في تكمله الفيديو ان شاء الله هتابعوها معايا كمان. بعد ما الفيديو ده ينزل بيوم او باتنين ان شاء الله هتتابعوا معايا. يعني انا بصور وبس، انا يعني في حاجات انا عملتها هتشوفوها ان شاء الله هتتابعوها معايا في الجزء التاني بتاع الفيديو، تكملة الفيديو. وبحبكم جدا ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واي حاجة انا بنزلها يا رب تكون نالية رضاكم، وان انا اكون عند حسن ظنكم دايما. وانا طبعا دي حاجة بتشرفني لما بتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في الفيديوهات بتاعتي. بس انا ما بشوفش كده الصراحة، بشوف ان انتوا بتحطوا لايك واللايكات بتبقى قليلة جدا، يعني بتبقى في نسبة مشاهدات يعني اعلى من اللايكات بكتير، والكومنتات كلها دعاوي والكلام من دوت. دي حاجه طبعا كويسه جدا ان انتوا بتدعوا لنا، بس انا عايزه اعرف رايك في الفيديو بتاعي، وتكتبي لي كومنت كده تقولي لي يعني لو انا مثلا عايزه اعمل حاجه كده، لو انا مش واخده بالي منها انت تقوليها لي. يعني في حاجات غلط انا عملتها في الفيديو، او في حاجات انت عايزاني ان انا اعملها، يا ريت تكتبي لي في الكومنت. وانا ان شاء الله يعني لو قدرت ان انا اعملها هعملها، لو ما قدرتش طبعا ديت حاجة ممكن اكتب لكم في الكومنتات آه ان انا دلوقتي يعني انا طالعة معاكم ان انتوا، ان انا اتشجع منكم وانتوا كمان تتشجعوا مني، واحنا طالعين بنشجع بعض. ف انا بصراحة يعني حابة ان العيله بتاعتنا تكبر كده وتشاركوني كده بالرأي كأنكم يعني نعرف بعض كده بقالنا فتره وبنتكلم كده. وخدوا راحتكم خالص في الكومنتات واكتبوا لي ايه اللي انتوا حابين ان انا اعمله. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص جبت الجزئيه التانية وبدات ان انا ادعكها كده كويس، وبدات ان انا ارجع كل حاجه زي ما كانت. يا ريت لو انت تابعتي معايا الفيديو لغايه دلوقتي ما حطيتليش اللايك، انزلي يلا بسرعه حطي اللايك، شايفاكي حطي اللايك بسرعه واكتبي لي رايك في الكومنت، وقولي لي ايه رايك في الفيديو بتاع النهارده. ولو انت اول مره تشوفيني يعني فعلي زر الجرس واشتركي في القناه عشان تكبري العيله بتاعتنا، وان شاء الله انول رضاكم. زي ما انتم شايفين انا بحاول ان انا يعني اسجل فيديو على طول في اقرب وقت، علشان انتوا عارفين ان انا مش بعرف اعمل حاجه غير والولاد نايمين. فانا يعني بحاول ان انا انجز معاكم في الفيديوهات بتاعتي علشان ما اتاخرش برضو عليكم. وحابه ان انا اشارك معاكم كده الفيديوهات بتاعتي اول باول، علشان برضو نفضل كده مع بعض دايما، وتقولوا لي يعني تشارك كده كل حاجة أنا هعملها تشاركوها معايا. وطبعا نصلي على النبي في الكومنتات يا بنات عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين أنا بدأت إن أنا جبت الجزئية اللي أنا جبتها واللي أنا جبتها معاكم، بدأت كده إن أنا أدعكها وأطلعها كده على جنب. وكمان جبت مصفاية المعالق لان انا ما عملتهاش من اخر مرة عملتها معاكم، فقلت كده طالما انا اتشجعت كده واتحفزت وكل نشاط كده وحيوية قمت بقى عملت المطبخ. بس يعني قلت بقى اما اخلص بقى اللي قدامي على الرخامة، وكمان انجز شوية مواعين
زي ما انتم شايفين المواعين كانت كميه مواعين مهوله. بجد ربنا يعيننا في الجو اللي احنا فيه دوت. الجو ده يعني بصراحه ما يشجعش اي حد ان هو يعمل فيه اي حاجه. يعني الواحد لما بيدخل المطبخ يعني زي ما يكون مش قادر ان هو يقوم يعمل حاجه. الحر بجد ده يعني بيكسل ومفرهد الواحد، يعني الله المستعان. زي ما انتم شايفين بدأت ان انا اجيب الصفايه ونزلت منها كل المعالق اللي كانت فيها، وهبدأ بقى ان انا ادعك كده الرخامه مكان الحاجات اللي كانت عليها، وهبدأ بقى ان انا ادعك كده الصفايه كويس علشان بقى احطها بقى في المكان دوت. هنقل مكان الصبانه مكان المعالق. حسيت ان الشكل كده هيبقى احسن شويه لو انا بعدتها عن الصفايه بتاعه الاطباق. زي ما انتم شايفين بدأت ان انا اغسلها كده كويس، وبدأت ان انا اغسله احطه كده على جنب عشان يصفي ميته. وجبت كمان بقية المعالق، بس بعد ما ركبت كده الصفايه تاني جبت بقى المعالق ودعكتها كده كويس وحطيتها تاني في قلب الصفايه علشان بقى اخلص من المنظر بتاع الحاجات اللي في قلب الحوض ديت. زي ما انتوا شايفين هبدأ بقى ان انا ادعك المعالق بتاعتي اللي في قلب الحوض ديت كلها، وخلاص كده الحاجات بقى اللي انا دعكتها كده هبدأ ان انا اغسلها كويس، وهبدأ ان انا احطها تاني في قلب الرشاقة بتاعت المعالق. وزي ما انتوا شايفين كده بحاول ان انا ارصصهم كده كويس وارجع كل حاجة في مكانها، وابدأ بقى ان انا ادعك الحاجات دي كلها لان انا عايزة اخلص المنظر ده خالص. وكمان كانت شوية الفيبة اللي كانوا معايا كانوا خلاص خلصوا، فانا الصراحة استكفيت بالحاجات ديت لغاية ما انزل بقى واشتري بقى الحاجات اللي ناقصاني زي ما انا قلت لكم. وهبدأ بقى ان انا اكمل معاكم بقية الفيديو بتاعي. زي ما انتم شايفين بدأت بقى ان انا ارجع المعالق بقى زي ما كانت، اغسلها كده وارجعها تاني في قلب الصفايه. وهبدأ بقى ان انا ادعك كده الحوض كويس جدا بعد ما خلصت. وهبدأ بقى ان انا احط كل حاجه في مكانها. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون عنده حسن ظنكم دايما، وان شاء الله كده تفرحوني باللايكات والكومنتات بتاعتكم وتحفزوني كده وتشجعوني اكتر عشان انزل لكم كده وما احاولش ان انا اتاخر عليكم. بحبكم جدا. تصبحوا على الف خير.